السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الكرام، أخبار حضراتكم إيه؟ معانا النهاردة الحروف بالحركات. طيب إزاي نفهم الحروف بالحركات؟ إزاي عايزين نعرف يعني إيه حركات؟ عايزين نفهم يعني إيه حركات، صح كده؟ طيب عايزين نفهم الحركات عشان نقدر ننطق كل حرف بالحركات بتاعته. لازم نفهم الأول يعني إيه كلمة حركات. الحركات دي أساسا اللي هي التشكيلات، زي الفتحة، زي الكسرة، زي الضمة، زي السكون. تمام كده ولا لأ؟ زي الشدة. تمام. عايزين نفهم الحركات دي تتحط امتى عشان نعرف ننطق الحرف بيها، وبالتالي نعرف ننطق الكلمة مظبوط. تمام كده. عندك مثلا عرفة مثلا، ممكن انطقها عرفة. طبعا دي عرفة ممكن انطقها عرفة. يعني ايه؟ طب ازاي؟ شفت النطق عامل ازاي؟ عرفة وعرفة. طبعا مفيش واو بتنكتب، واو ما بتنكتبش، اوكي. لكن عرفة معنى كده ان دي مضمومة، نحط لها هنا حركة الضمة، الواو الصغنونة دي، وساعات بتلاقيها صغننة كده. ري كسرة، هي دي حركة. الف مفتوحة، يبقى ايه؟ يبقى عرفة. عرفت الحركات بتعمل معانا ايه؟ الحركات اللي هي الشدة والفتحة والكسرة والضم. عرفة نطق عادي جدا اهو، تيتش كراستن. عرفة. هنا عرفة. المعنى اختلف والنطق اختلف والكلمة نفسها اختلفت، لكن خد بالك ان مفيش هنا حاجة اسمها واو. مفيش واو بتنكتب. هي العين دي مضمومة. العين ايه؟ مضمومة. عندك مثلا احمد ممكن اكتبها ازاي؟ احمد الدال واو مضمومة، لكن مفيش واو، اوكي. احمد مفيش واو بعد الدال، اوكي يا شباب. احمد بس، لكن لما احط لها الضمة تبقى احمد. عرفت يعني ايه حركات؟ حركات اللي هي التشكيلات. يعني ايه التشكيلات؟ يعني بشكل الحرف، بديله معنى، بديله سكتشن عشان الاوبشن بتاعه في نطق الكلمة يظبط معايا المعنى، معنى الكلمة. لان زي ما قلت لك هنا عرفة، تمام. عرفة، فرق عرفة عن عرفة، في فرق في المعنى والمضارع وكل حاجة، اوكي. هنقول مثلا ايه؟ ذهب اهي، ممكن تتنطق ذهب اللي هو الذهب يعني. لكن انا لو فتحت دي الب هتبقى ايه؟ ذهب ابي الى العمل، الى الحقل، الى المدرسة، الى اي شيء. تمام كده. نفس الجملة بتنكتب ذهب ابي، وبعدين اكتب انت ايه؟ اي حاجة تدي معنى لهذا النطاق، الى العمل او الى المدرسة او الى الحقل او ايا كان. تمام كده. هنا ذهبت اهي. هنا ذهبت غير ذهبت انا واختي الى السوق، ذهبت انا وابي الى المدرسة، ذهبت مع المستر الى الدرس، ذهبت مع اصدقائي الى كذا. اوكي يا شباب، عرفنا التشكيلات يعني ايه. والتشكيلات دي نقدر نمشيها بقى مع اي حرف من الالف الى الياء. اي حرف من الالف الى الياء في 28 حرف. يعني هنقول مثلا الالف دي ممكن نخليها واي واو. الب
ممكن نخليها باء، ممكن نخليها بي، ممكن نخليها بو. تمام كده؟ طبعا يا الضمه يا الفتحه، ما بتحطوش الاتنين مع بعض. اوكي. الت ممكن نخليها تي مكسوره، ممكن نخليها تاء مفتوحه، ممكن نخليها تو مضمومه. الث ثا ثي ثو. العين عا عي عو. الف فا في فو. اوكي. الموضوع بسيط يا شباب وسهل جدا. تمام. عايزك تكتب لي في التعليقات اي حركه في اي حرف، واكتبها لي من غير الحركه، واكتبها لي بالحركه. تمام كده. هنقول مثلا عندك مدرستي. سوري. مدرستي. مدرستي. مدرستي ايه؟ مدرستي جميلة. اهي زي الفل اهي. مدرستي ايه؟ جميلة. ممكن اخليها مدرستي جميلة، مفيش نون. جميلة مفيش نون، شدة يعني فتحتين فوق بعض، فتحة وفتحة، دي اسمها شدة. اوكي. جميلة. اوكي. ممكن اخليها جميلة. مدرستي جميلة. مدرستي جميلة. اوكي يا شباب، بدون ما اكتب حرف النون ولا حرف الواو. تمام يا شباب؟ ها تمام. ركز معايا واكتب لي في التعليقات اي حرف انت فهمته، واي حرف كان سهل معاك، واي حركة انت فهمتها. احنا قلنا الحركات اللي هي ايه؟ التشكيلات. تمام. اللي هي الفتحة، كسرة، ضمة، شدة. اوكي. فهمنا يا شباب؟ فهمنا ولا لا؟ ركز معايا عشان الحركات دي بتتوهك، والحركات دي بتغير معنى الجملة كلها. خلي بالك، عشان كلمة تنكتب تتنطق بحركات معنى، تتنطق بحركات معنى، وبتتنطق من غير الحركات بتديك معنى تاني. من غير الحركات ايه؟ تؤدي الى تغيير المعنى. اوكي يا شباب؟ فلازم نركز على الحركات اللي هي ايه؟ تساوي التشكيلات. اوكي يا شباب؟ دي التشكيلات. اوكي. تمام يا غوالي يا حلوين. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتظركم في التعليقات تكتب لي اي حركة كانت سهلة معاك، واكتب لي جملة بالحركات ومن غير الحركات نفس الجملة، وننطقها مع بعض. ولو في حاجة وقفت معاكو اكتب لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي، وهنشرحها مع بعض. وعلى استعداد اعمل لك فيديو مخصوص لأي حركة انت ما فهمتهاش. تمام. اكيد لو وصلت معايا هنا يبقى انت بطل بطل بطل، واكيد كنت عايز تعمل لايك ونسيت. وما تنساش الاشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض اللايف ان شاء الله. بعد ما اكمل العدد 50 بامر الله بمعاونتكم معايا، هيبقى تعليم القرآن الكريم للمبتدئين، تعليم القرآن الكريم. هيبقى اللايف عبارة عن كده. الناس اللي هي ما بتعرفش تقرا، الناس اللي ما كملتش تعليم ونفسها تقرا قرآن، هتدخل معايا اللايف ان شاء الله، ونقرا مع بعض القرآن ونتهته وناخد ثواب، وان شاء الله تدل على الخير كفاعل. سلام يا ابطال.